السلام عليكم ورحمة الله متابعين الغاليين. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة دايما يا رب. وحشتوني من اخر فيديو واخر روتين. قلت اعمل معاكم بقى النهاردة روتين جديد. روتين النهاردة بقى يعني من الروتينات اللي هي التقيلة كده، هنعمل تنظيفة عميقة للصالة. بصراحة الموضوع ده ما كانش في دماغي خالص، بس بقالي يومين كل مثلا ما بلاقي اللي هي التربية العادية اللي من فوق الوش دي، حاسة اني مفيش حاجة بتظبط، في حاجة ناقصة كده، يعني مش مقتنعة بالتنظيف. فقلت لا، يبقى هي كده عايزة بقى تنظيفة من التنظيفة العميقة بقى، اللي احنا بقى هننضف فيها كل حاجة. بس وبدأت في التنظيف متأخر شوية، كانت الساعة 3 كده العصر. فبصراحة جات لي الفكرة، فقلت لا، لازم بقى اقوم واخلص كده ان شاء الله واستعين بالله، وبإذن الله كل حاجة هتخلص. فيلا بينا نبدأ الفيديو. وقبل ما نبدأ الفيديو، لو انت اول مرة تشوفيني، اعملي تحت اشتراك بسرعة ولايك وكومنت للفيديو وفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد بنزله. هنا بقى كده اول حاجة قلت هشيل بقى الحاجة اللي على الوش بقى كده وارجع كل حاجة مكانها. وشلت المفرش بتاع السفرة. وهنا كانت طبق الفاكهة والبونبونيرة كانوا مطربين جدا، فغسلتهم برضو كده من جوه ومن بره كده، وخليتهم بصراحة زي الفل. وشلت برضو المفرش بتاع الترابيزة، وهشيل الستاير، كل ده هيتغسل. المفرش بتاع السفرة والمفرش بتاع الترابيزة والستاير اللي هي البيضة الشيفون دي، بنقعهم كده في طبق بشوية اريال، مش بغسلهم خالص في الغسالة عشان ما يتبهدلوش. وبعملهم كده بغسلهم بايدي، بصراحة بيبقوا زي الفل وبينزلوا كل التراب اللي فيهم. مش بيحتاجوا ان هم يتغسلوا في الغسالة عشان بحافظ عليهم عشان ما يتبهدلوش. انما بصراحة بقى اللي هي الستاير الكشمير التقيلة دي، بعد برضو كنت هغسلهم، بس بعد ما نزلتهم لقيتهم يعني ان هم مش محتاجين يتغسلوا. يعني لسه غسلاهم قريب كان في العيد، فملحقوش يعني ان هم يتبهدلوا كده. وقلت بس هنفضهم تنفيضة كده جامدة وخلاص، انزل من عليهم التراب، مش لازم بقى اغسلهم وكده. وشلت برضو الستاير بتاعة الطرقة، قلت بالمرة يعني يتغسلوا معاهم لان هما برضو في الصالة، فقلت انزل برضو التراب اللي فيهم وكده على طول، مش هياخدوا حاجة. وهنا بقى كنت بص نقعت المفارش والستاير اللي هي البيضة دي، نقعتهم. قلت لحد ما اخلص شوية كده وبعد كده هشطفهم على طول وهنشرهم، مش بياخدوا وقت ان هما ينشفوا، يعني هما خفاف يعني يا دوبك بس يتهووا وخلاص. بس وشلت برضو المرجيحة دي، دخلتها جوه. وهشيل بقى الحافظات والسجاد برضو اشيله عشان همسح. الحافظات برضو نضاف، فما غسلتهمش، انا فضتهم بس كده تنفيضة كويسة وخلاص. والسجاجيد طبعا بجد انا واحدة يعني ما بحبش الراحة خالص، ويعني ما بعرفش بصراحة اقعد كده وابقى مستريحة في الشقة غير ما لازم تكون الشقة بتاعتي نظيفة. مش بعرف اقعد غير لازم تكون الدنيا نظيفة زي الفل بصراحة، عشان احس ان انا قاعده كده مرتاحه. لكن ما اعرفش اقعد والدنيا تضرب تقلب حواليا فلازم تبقى الدنيا نظيفه. يعني ما تعرفوش بقى كميه الراحه اللي انا ارتحتها بعد ما خلصت، مع اني كنت مخلصه ميته، بس بجد كنت مرتاحه خالص يعني. طبعا بقى كده هنفض السقف والحيطان، بحب انفضهم برضو، بنزل فيهم منهم التراب كله. وبصراحه كان عندي اكل من امبارح، فقلت بقى يعني انتهز الفرصه دي واخلص بقى الصاله كده، طالما مش ورايا اكل بقى هعمله او حاجه، فاخد الخطوة دي كده بقلب جامد واخلص. طبعا لازم بقى انفض باب الشقة من بره ومن جوه، عشان برضو بيبقى تراب وكده، فلازم تبقى كل حاجة نظيفة وكل حاجة مبقاش عليها تراب. فنفضتهم برضو تنفيضة كده كويسة محترمة يعني. وفضلت بقى اشيل كل حاجة، يعني ارجعها في مكانها، والكراكيب اللي كانت في الصالة وكل الحاجات دي اللي في الارض برضو شلتها. يعني لو في مثلا زبالة او حاجة برميها، ولو في اي حاجه مثلا مكانها الاول جوه او الدولاب او حاجه بشيلها. وبعد كده بقى ايه، عشان انفض بقى الانتريه وكراسي السفره وكده. انا بصراحه بعمل الانتريه لما باجي انضفه، يعني بعمله بالمكنسه،
بشفط التراب اللي فيه بالمكنسة، بس المرة دي قلت بقى انفض كده بالحته على طول، فيعني هتشيل التراب ومنه هينضف، ومش لازم بقى اجيب المكنسة وبتاع. بس لو انت لسه هتتفرجي على الفيديو ما تنسيش بقى تنزلي تحت تعملي لايك على طول، عايزه الفيديو ده يوصل 500 لايك. يلا ورايا اسود ان شاء الله باذن الله هنجمع اكبر لايكات وشيروا الفيديو ده لاكبر عدد من الناس، لقرايبكم واصحابكم، وخلي عيلتنا كده تكبر اكتر واكتر ان شاء الله بيكم. ويشرفني طبعا انكم تتابعوني، وعايزاكي بقى تجيبي اي حاجه تشربيها، كوبايه شاي، كوبايه نسكافيه، وتعالي تتفرجي على الفيديو، وبعد كده قومي بقى خلصي اللي وراكي، شوفي ايه اللي مش نضيفه عندك وقومي اعمليه على طول بجد، عشان تحسي كده براحه نفسيه. فلازم تكون الشقة بتاعتك نظيفة، وعشان تبقي قاعدة مرتاحة متبقيش شايلة هم يعني. انا المروحة دي قلت هخليها يعني هنفضها من بره كده وخلاص، مش لازم افتحها وانضفها من جوه. قلت يعني خلاص الصيف يعني قرب يخلص وكده، وهمسحها بقى التنظيفة اللي هي بتاعت ان انا اشيلها فيها. بس بصراحة بعد ما خلصت حسيت ان في حاجة غلط يعني، رحت فاتحاها ومسحاها من جوه برضو كده بحتة فيها حبة اريال. نشفت برضو بقت زي الفل، عشان لازم تبقى كل حاجة نظيفة، عشان ايه يعني مش بعد كل التعب ده مثلا الاقي ان انا مقصرت في حاجة، فلازم تبقى كل حاجة نظيفة. بس نفضت برضو الترابيزة كده، وبعد كده همسحها بقى يعني هدعكها بالليفة. بصراحة الازاز اللي هو بيبقى الترابيزة بيبقى فيها ساقط فيها الازاز دي، بجد يعني مش عارفة ما بعرفش اشيل الازاز منها، غير لازم اقلبها، وبخاف بصراحة ان الازاز يقع يتكسر، فبتبقى يعني من جواها فيه تراب ما ببقاش عارفة اطلعه ازاي. والسفرة برضو نفس النظام، الازازة برضو سقطت في السفرة، بحس ان هي مش نظيفة من تحت، وعم يعني منضفاها من فوق، بس باين ان هي ايه مش نظيفة، لكن مش عارفة اشيله. كراسي السفرة بقى كانت متبهدلة خالص، وكان فيها كمية تراب فظيعة، فبرضو انا فضتها كده تنفيضة كويسة. وهنا برضو كنت غسلت طبق الفاكهة والبونبونيرة، بس خفت اسيبهم جوه على الرخامة في المطبخ، يونس يدخل مثلا يكون بيجيب حاجة من المطبخ فيوقعهم يتكسروا، فقلت اخليهم قدامي بره في الصالة يعني احسن. ولازم برضه عشان التنظيفة العميقة تكمل يعني بتاعة الصالة، ما بعرفش اسيب برضه الجزامة كده، لازم بنزل منها الجزم والكوتشيهات كلها، وابدا بقى يعني انضفها من جوه وكده، عشان تبقى كل حاجة نظيفة، عشان برضه ما تبقى فيها تراب، ميبقاش مثلا بعد ما اخلص ترويق ويبقى في الجزامة تراب فيبهدل لي الدنيا. فبحب برضه انزل كل حاجة فيها وانضفها وارصها من اول وجديد يعني. بس هنا بقى كنت خلصت خلاص، نفضت الكراسي والسفرة، وبدأت بقى ان انا احط الكراسي كده على السفرة عشان توسعني مكان، عشان اعرف امسح وهظبط الدنيا. ونفضت بقى بقية الانتريه، لان انا كنت باخد الصالة كده جزء جزء. ونفضت برضو النيش، بس يعني بحترس جدا منه عشان هو فيه كذا كسر، مطرح ما كنا بنعزل بصراحة الظروف الازاز دي التاتش مش عملية خالص، بحس ان هو يعني لازم تحسسي عليه، يعني كانوا هما مثلا بيحطوا الضرفة كده على الارض، تحس ان هي يعني اتكسرت، بتتكسر لوحدها. فبجد مش عملي خالص، يعني لما بجيب حاجة من النيش او مثلا بمسحه، فبخلي بالي منه جدا، يعني بصراحة من الاسطمان كده لحد ما ربنا يسهل بإذن الله. وبصراحة مش عايزة اعمل مثلا يعني اظبط الظرف لحد ما ان شاء الله كده الواحد يستقر في مكان، عشان شقة ايجار ومطرح الازار وكده، فالحاجة بتتبهدل فهيتكسر تاني، فخليه كده لحد ايه ما ربنا يكرم ان شاء الله ويسهل، ونستقر كده في شقة بإذن الله. هنا بقى طبعا الألموتال ده عملته غسلته بالليفة، عشان يبقى فيه تراب اللي يعني لازق كده، ما تعرفيش مش لازق يعني ما بيطلعش بالتنفيذ، فغسلته كده بالليفة. والمجرى برضو من تحت كان فيها تراب، فعملتها بالليفة فنضف بصراحة وبقى حلو يعني، تحسي كده ان الطراوة دخلت. بس وغسلته برضو كده بالمية، وبعد كده بقى في الاخر خالص هلمعه بالجلانس عادي.
وهنا بقى رحت حطيت في الارض بقى حبة كلور وحبة اريال، واديتها بقى ايه مسح كده في الارض. بصراحة خليت الدنيا ايه منعشة يعني تحس كده ايه نسيم الصباح. فبصراحة لازم، واكيد طبعا اكيد عملت البلكونة، لان نظافة الشقق بتبدأ من البلكونة، يعني لازم تكوني منظفة الدنيا عشان ما ينفعش هنجيب من اللي بره جوه، فلازم البلكونة تكون نظيفة. نفضتها برضو ومسحتها، وعملت القلموتال من البلكونة برضو من الناحية التانية من جوه عشان تبقى كل حاجة نضيفة. بس وهنا بقى كان شكل الاسطوانة، يعني صورتها لكم كده بعد ما خلصت مسح. سبت بقى الارضيات تنشف والستاير والمفارش كانوا نشفوا خلاص، فقلت بقى اقوم افرش على طول. وفرشت السجاد وعليه الحفاظات، وركبت بقى الحلقان في الستاير وكده الدبل وعلقتها. وطبعا بقى لمعت يعني التلميعة الأخيرة دي لازم، عشان ايه ميبقاش مثلا ازاز ملطش او حاجه. فبلمع بصراحه كل ازاز، حتى ازاز السفره وازاز الترابيزه، مع اني بفرش عليهم مفرش، بس لازم ايه يبقوا متلمعين. بس شايفين، بصوا لمعت كل حاجه، ما سبتش حاجه بصراحه ما لمعتهاش. دي لازم فتره التلميع دي، يعني ايه امسك الازازه والمناديل ولمع بقى ايه كل ازاز بيجي قدامي وبروح ملمعاه. شايفين، بصوا ازاز السفرة والله عملته بالليفة، غسلته بالليفة ولمعته. بصوا فيه تراب كده من الجنب ده، بس ده من تحت انا مش عارفة بصراحة اعمل ايه يعني. يعني بجد حاجة بتضايقني جدا. بس وبعد كده بقى فرشت، بصوا المفرش بقى نضيف زي الفل. يعني مرة واحدة غسلته في الغسالة كان فيه كده زي خرز كده من ملزوق، كله راح نزل. فبصراحة قلت ما يعني ماله، نقعته وبغسله بقى على طول من ساعتها، وانا بغسله على ايدي ما بغسلوش خالص في الغسالة، ولا هو ولا المفرش بتاع الترابيزة الصغير. هنا بقى كان خلاص يعني بالليل جه، بعد ما يعني كان خلاص الليل ليل، بعد بقى ما اتغدينا يعني اتغدينا وقمت على طول فرشت. مع اني والله قايمة بالعافية، كنت تعبت خالص، بس قلت لازم بقى افرش النهاردة عشان ايه تبقى الدنيا رايقة، ما يبقاش ايه ما يبقاش ليه الموضوع ليه ديل يعني. فقمت فرشت على طول، ولمعت برضو الازاز بتاع النيش يعني على مهلي خالص. بس ايه يعني لازم المعه عشان بيبقى ايه يعني بيبقى عليه تراب، فلازم يتلمع ميبقاش ملطش او حاجه. وهنا كان بقى شكل الشقه بعد ما فرشتها. خلاص دي بقى اللحظه الاخيره ف تعبت جدا والله، بس خلاص الحمد لله يعني الدنيا بقت رايقه، يعني الدنيا كده بقى ريحتها نظافه. فانا بصراحه ببقى مرتاحه كده. ويا رب بقى يكون روتين النهارده عجبكم، ومتنسوش بقى اللايك والشير والكومنت، قولي رأيكم تحت ايه. واهم حاجه بقى نعطل الدنيا كده عشان يبقى ايه تبقى كل حاجه يعني كملت. انتوا عارفين بقى لازم دي الفقره الاساسيه بتاعتي، ان لازم اعطل الدنيا قبل ما يعني بعد ما اخلص تنظيفها خالص. فلازم كده تكون الدنيا ريحتها حلوه.